هسه دنيا الليل والكل تعبان ويريد ينام، لكن اكو قاعدة لازم تطبقها قبل ما تنام، واوعدك اذا طبقت هاي القاعدة راح تكون بافضل احوالك ان شاء الله. قبل لا تنام وتحط راسك على المخدة، اريد من عندك ورقة وقلم، وتسوي جدول وتقسمه الى قسمين: قسم للاشياء المفيدة اللي سويتها خلال هذا اليوم، والاشياء الضارة اللي سويتها خلال هذا اليوم. الأشياء المفيدة اللي سويتها حاول تطورها، حتى وإن كانت أشياء بسيطة حاول تطورها. والأشياء الضارة حاول بقدر الإمكان إنه تتخلص من عندها. كل إنسان يخطأ، وماكو إنسان معصوم عن الخطأ، فلذلك عليك إنه أنت تتجنب الخطأ، وتحاول قدر الإمكان إنه تمحي الأخطاء اللي سويتها خلال هذا اليوم، وإنه باليوم الثاني تبدأ بداية جديدة، ولازم تملي هذه الورقة فقط بالأشياء المفيدة اللي تنفعك وتفيدك معنويا وجسديا وروحيا أيضا. لذلك عليك إنه تنسى شيء اسمه خطأ، ولازم يكون عندك الثقة بالله، وأيضا الثقة بنفسك، تكون ثقة قوية وأنت قادر على فعل المستحيل. أتمنى لك كل التوفيق، ويا رب يكون عجبتك هاي النصيحة البسيطة والكلام البسيط. إن شاء الله يا رب كل إنسان يتغير ويكون في أحسن أحواله.